الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهل الوفاء. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث اليوم عن خلق كريم في باب التزكية والأخلاق. هذا الخلق يحتاجه الإنسان المسلم في حياته، ألا وهو خلق الحياة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الأخلاق السيئة، يتعوذ من نزع جلباب الحياة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن ممن أدرك كلام النبوة أنه إن لم تستحي فافعل ما شئت. ليأتي الحديث الذي رواه أبو داود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الستر، وأن الله عز وجل حيي كريم يستحيي إذا رفع أحدكم يديه إلى السماء أن يردهما صفرا خائبتين. النهارده أيها الإخوة الأفاضل إن شاء الله جل وعلا في حديث قصير عن صفة كان يمتاز بها المولى تبارك وتعالى بنفسه. النهارده في الصفة إقلال ربي سبحانه عز وجل يتلازم يسلم بسيتيس. الصفة يدير الصفة للحياة. كيف يمتاز قيس رب العالمين أن في الملائكة امتازت تصفت الصفة للحياة، الصفة للأحياء. أن في الأنبياء عليهم السلام لم تصفت ميزة للحياة. أدنى في الصحابة رضي ربي فلاسل لم تسبب في نفسي تنسل الصفة الحياة. أدنى في الحياة عبر العصور، عبر الزمان، في أخلاق الناس وصرفها منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الأراضي والسماوات. ذينهم إن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فرب العالمين جل جلاله بأن الله عز وجل ذا الحيي الستير. الله عز وجل الستار، نسيت يمتاز الحياة، يحمل الخلق من الحياة أسيدي ولي تصفيس عباد الله تبارك وتعالى الصالحين. ذيهم أدناف الملائكة، الأنبياء، المرسلين، الصالحين، ويقال في ورث ربي عز وجل الأرض بعد الأنبياء والمرسلين لن تمتزن الحياة. الحياة شوف أيها الإخوة الكرام، الحياة عرف الدين أهل العلم هو انقباض النفس عن القبائح. الحياة ذا شوف كان يصير التعريف وبيسمى تعريف جامع شامل. ذا شوف الحياة أيها المؤمنون تنفسير بنادم ما فيني أتسير كيف
بمعنى أتغير أتحقر مانيس أتحس بمانيس ما قلنا سوالا أي قبحل ما قلنا ترتكب أي ولا قالا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحياء المعنى يستشوف أن يتورع الإنسان أن يبيع الندم أن يسمع عبد يسلم تام السيديس وتصرح على القبائح وتصرح على الوين قبحا ما ولكن في رب العالمين ولكن في الناس عباد الله الصالحين أكل من أكثر القيمات أن يتوازن في الله المقدار وبمقارن تعريف الحياة. لما أدناه ربي سبحانه عز وجل حيي ستير حيي كريم يتسحر العبد في نفس الإسلام ما يرفض الدعاء يديه إلى السماء وسيدي قبل الدعاء. لأن ربي عز وجل يتسحر بني آدم ما يرفض بس الدعاء حالة السراء حالة الضراء الشدة ويثلوث وهدي قبل ربي سبحانه عز وجل الدعاء. أدنى في المخلوقات كامل يجي خلق رب العالمين امتزت الحياة كالخلائق يجي وجد رب العالمين الحياة الدنيا أما عالم الغيب أما عالم الشهادة لا تمتزت الحياة. سيدي الملائكة يجي خلق ربي عز وجل من نور يجي خلق رب العالمين وتسنترا وستنترا وكانترا وتنكثر ترى وسعيترا الشهوة من بني آدم تسبيحة رب العالمين الصباح ثمتيث وعبكم ترى وكانترا ترمتوال يا ربي عز وجل وتصخلف ترى ذات يوم سبحانك يا ربي سبحانه عز وجل نادت الملائكة سبحانك ربنا ما عبدناك حق العبادة. الملائكة استحت من الله فقالت سبحانك ربنا ما عبدناك حق العبادة. هذا النوع من الحياة سماه أهل العلم بحياء الإجلال. النوع الأول حياء الإجلال الملائكة تجل مولاها تبارك وتعالى على غير البشر الذين يقترفون المنكرات ويخوضون في الآثام والفجورات. تجي الملائكة تصفت سيون الخلق سيون الصفة سيون المقام عليه الأنزول ومسمان أهل العلم حياء الإجلال. الحياء من الإجلال يجل الإنسان مولاه. الملائكة كانت وتسلسل وتنكحت وتكثر تسبيحة ربي عز وجل وكانت ترى رغم ذلك اعترفت تقصير السن النعمة ربي عز وجل في الناس ناس سبحانك ربنا وكن عبيدنا حق العبادة وقال ناس حق حياء الإجلال. ما بالنسبة لآدم نعصر سبحانه عز وجل 24 ساعة على 24 ساعة أما الإيمان منا أما الأخلاقنا أما الخدمنا يمنع ونقدر رب العالمين الملائكة في أسبوعا سوى الصباح فردين. النفس إن آدم عليه السلام استحي رب العالمين تبارك وتعالى اسميت هو الشيطان في الجنة إن يس ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أهل العلم سمى ناس النوع الثاني من الحياة حياء الستر. آدم طلب الستر من الله تبارك وتعالى بعد أن ارتكب
يعني ارتكب مخالفة بينه وبين الله. حنايا شحال مخالفات يترتكب العباد يصبح على ما تمديت، ولكن ونستحرى يا رب العالمين معليش ونتبادل الدولة ونتحترم على القانون ونتبقى ضرر بالنسبة للعباد ويانا، ولكن أقل حاجة أننا إلى قانون ولا نستحيل يا رب العالمين تبارك وتعالى. إلى الحياة بالثلاثة ومسمى الحياة الحشمة. حياة الحشمة، الحياة نوع الثلاثة وكنا نصدقوا ذكورين غيبراء مثال على ذلك يتبناي ويتعداي لغيعدى الحدود ربي سبحانه. نسعى بالعرف في الناس ديال أسي وحدة تحشم على روحك. نسعى الكلمات الحياة والحشمة هذه يستحيل بنادم هذه يرتكب يون المنكر يون الإثم، هذه تعدي حدود ربي بزاف الغاشي. أسي تحشم على روحك، استر روحك وقال الناس حياة الحشمة. حياة الحشمة اللي جعلان المقداد ابن عمرو إلا يستحق حتى هذه يسقسي النبي صلى الله عليه وسلم في المني قبل المذي أنت يوجد الوضوء أم يوجد الغسل. قال الناس حياة الحشمة. الصحابة لا تستحيل حتى يدين الإنسان ربي سبحانه عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم السقسي نوع الثلاثة. قال الناس حياة الحشمة. وكل يوم في هذا الزمان غاب الحياة. بين النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الحمد لله الذي زين الرجال باللحى كناية عن الرجولة وعن الأخلاق السامية وعن الهبة المنتظمة، فإنه قال وزين النساء بالحياء والحشمة. بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يشهد بنادي الحمد لله من الرجال من أمتي سعى القوامة سعى الفيروزة سعى الهبة سعى السنة واللحية هي مصدر الوقار والاحترام. بنادي كذلك النساء النار الحمد لله بزينة ربي سبحانه عز وجل الحياة. النوع الأخير من أنواع الحياة أيها الإخوة الكرام وهو حياء الاستحقار. حياء الاستحقار هذا أن يحقر العبد في مانيس أن يستحق يا ربي سبحانه عز وجل. سيدنا موسى عليه السلام وهو كريم الله، سيدنا موسى إجلال كريم الله يهضر ربي سبحانه عز وجل أشو دينا إني لتعرضني الحاجة فأستحي من الله تبارك وتعالى أن أطلبها. سيدنا موسى عليه السلام إن الكينير هذه يرسعير الحاجة ماسة أظل ربي عز وجل الإعانة للدعوة الصبر إلى غير ذلك وهو نبي وهو رسول ولكن تستحير وتستغاث رب العالمين الدعاء المسألة للطلب. إسلاس ربي عز وجل إنيس يا موسى اسألني ولو في عنف دابتك. جيب ولا ربي عز وجل صدق سيدنا موسى تستحير إنيس رب العالمين السواسي إنيس يا موسى نستحارى ظل دايك يوان ولو كان العنف ولو كان أين رسلش الدابين يسألني ولو في عنف دابتي. هكذا كان الصحابة يستحون. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ابن عفان كانت تستحي منه الملائكة. سيدنا عثمان من الله ذي العبد تستحي يتسبب ربي إلا أنت الملائكة تستحي عثمان عليه السلام يوصف النبي عليه السلام إلا يتوعظ العباد يتغير حال
النبي عليه السلام يجمع القدمين الشريفة نادى الصحابة أشرف طير يا رسول الله إني ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة إنيس عثمان تستحي غراديس إنيس الملائكة السماوات الديوان تستحي سيدنا عثمان عليه السلام. لذا أختم أيها الإخوة الكرام سقسى النبي عليه السلام في الحياة أشوف إنيس أن تحفظ الرأس وما وعى. الحاجة الزوالوث أن يحفظ الإنسان العقل ينس في السلاس وأن تحفظ البطن وما حوى. أن يحفظ الإنسان العقل من مقاصد الشريعة، أن يحفظ الإنسان الباطن الذي بعد في الحرام، البطن وما حوى زين الناس وتذكر الموت والبلا. نوع من الثلاثة باش تغسل التذكير بالموت، الصبر الانسان جند رب العالمين. يوكل سيدي ربي قال لي تستحي اصحاب العقل البطن يجوز يتابع على الحرام وديك شمال الحرام وتسمع كثير الموت، تسمع كثير البلايا العباد اللي يتسلس كمان ساعات بيتوما ساعات انواع من الامراض يوكل الذوي. ما اذا الانسان يتقلب يتجبر ذلك القاعة المال الصحة الكبر ويعلم بها العباد النظام السفري آيات مثل ديال المستشفيات تخلي فيه أمكنة ذوي مسعنا ويوفينا وليتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من فعل هذا فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياة. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كاين بعض الوصايا دعاء، واحد راه في الكوما، واحد خوة تاع واحد الحاجة في الكوما، كاين ثاني واحد الإنسان عنده مشاكل مع الزوجة تاعو، واحد الإنسان واحد آخر مريض. إن شاء الله ندعي لهم اللهم يا فارق الحب والنوى يعطي لكل قلب ما نوى. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشفنا المريض، اللهم عافيه يا رب العالمين، اللهم اشفيه وعافيه، اللهم اجعل مرضه طهورا إن شاء الله، اللهم خفف عليه يا أرحم الراحمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ولوالدينا. اللهم يا رب العالمين السريع المشاكل مع الأهل تاعو، الله يا رب العالمين يؤلف بين القلوب تاعو، اللهم اهديه واهدها يا رب العالمين إلى صراط المستقيم، اللهم اهدها واهدهم، اللهم افتح يا رب العالمين على كل سائل فأعطيه ما سأل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.